أنتم تعرفوا على أنه هذا النزاع المفتعل تقريبا عاد له 50 سنة، وعلى أنه هذا النزاع المفتعل تخطى مراحل. خطينا من مرحلة المواجهة العسكرية، خطينا المسلسل ديال التسوية، رأينا على أنه الاستفتاء غير قابل للتطبيق، لأنه كاين هناك عراقيل اللي هي موضوعية، يعني الاستفتاء مبني على الهوية، على العرق، هذا فيه إشكال. قد الحدود ديال المساحة الجغرافية المعنية بالاستفتاء، إذا هناك مشاكل موضوعية من قد تطبيق الاستفتاء. جاء المقترح المغربي في 2007 ديال الحكم الذاتي، وهو أول شيء حل اللي كسرت به المملكة المغربية الجمود، لأنه كاين جمود على المستوى العملية السياسية، واقترحت الحكم الذاتي. الحكم الذاتي بطبيعة الحال من 2007 وهو متداول. اليوم كاين دعم دولي متزايد هذه المبادرة الملكية ديال الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وبطبيعة الحال كاين هناك تساؤلات عند الفاعلين السياسيين، تساؤلات عند الساكنة من قد المفهوم ديال الحكم الذاتي. تجي هذه المبادرة اللي عند الفاعلين المدنيين الرابطة الصحراء للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومع شريك اللي هو جماعة السمارة، من أجل بسط هذا المفهوم من خلال تجربة المملكة الإسبانية في الحكم الذاتي. اليوم حضروا معنا أساتذة جامعيين باش يشرحوا هذا المفهوم من خلال القانون الدولي، من خلال التجربة الإسبانية، ولكن كذلك يستمعوا التساؤلات ديال الحاضرين في القاعة باش يتجاوبوا معه. ارتأت رابطة الصحراء الديمقراطية وحقوق الإنسان في ظل الزخم الذي يشهده الدعم لمقترح الحكم الذاتي أن نفتح يوما دراسيا حول مقترح الحكم الذاتي. أخذنا هذه المرة النموذج الإسباني للنقاش ذلك مع مجموعة من الأساتذة الجامعيين الإسبانيين حول هذا النموذج، وإيمانا منا بأن حان الأوان أن يفتح هذا النقاش، وإن ليست هناك أي خيار آخر للمنتظم الدولي لحل هذا المشكل الذي عمر أكثر من اللازم، والذي راح ضحيته الأبرياء من الأطفال والنساء والكهول في مخيمات تندوف خارج احترام السيادة المغربية. ولكن عمل حكم ذاتي موسع يضمن الكرامة والعيش الكريم لساكنة أهل الصحراء، ويحافظ على هوية الحسانية في لا يتجزأ من تراث المغرب العريق، وحال كذلك لأعيان وشيوخ ومنتخبين وفعاليات المجتمع المدني في الأقاليم الجنوبية أن تفهم جيدا معنى الحكم الذاتي حسب القانون الدولي وحسب القوانين المنص عليها، وحسب كذلك أهميته للحفاظ على الهوية لكذا إقليم على حدة، والتمسك بالوحدة الوطنية والترابية هي الأهم لبناء الشعوب وبناء الأوطان. وخاصة أن إسبانيا اليوم لديها الكثير من الأقاليم تتمتع بالحكم الذاتي، ولكن تبقى دائما المملكة الإسبانية هي يعني فوق كل اعتبار. وبالتالي نحن هذا النموذج نعتبره نموذج يعني مثالي، ولكل منطقة لديها خصوصيات. نحن كذلك سنحاول على أن الحكم الذاتي إن شاء الله الذي يعني يرى النور في هذه الأقاليم يكون حكم ذاتيا موسع حسب يعني المثايق والقرارات يعني الدولية، ويحترم كذلك خصوصية المنطقة وبمشاركة أبناء المنطقة وبالحفاظ على الهوية الحسانية المغربية التي نص عليها الدستور 2011. También durante el día de hoy en la conferencia hemos comentado sobre la responsabilidad histórica que tiene España respecto a esta cuestión. Como comentábamos, a España nos unen lazos más allá de que sea una cuestión de seguridad, que también es una cuestión de seguridad para España, nos unen lazos culturales, históricos. Ha sido un placer poder ver un poco la ciudad y también ver los edificios, la huella que dejó España en esta preciosa e histórica ciudad. Y tenemos una responsabilidad histórica por cómo España salió de aquí y tenemos que ser uno de los actores principales a la hora de intentar mediar para que se resuelva el conflicto. Este conflicto es un conflicto en el que España tiene responsabilidad y tenemos que ser también parte de la solución.